اولا خلينا نتفقوا كاملين باللي كنا كنتفرجوا في بزاف ديال الكرتونات الممتعه وكاين منا اللي مازال كيعجبو يتفرج فيهم حتى لدابا. ولكن واش عمرك سولتي راسك علاش نسبه كبيره من هاد الكرتونات غبرات وما بقيتيش شفتي شي جزء اللي جديد منهم؟ حيت الا رجعنا شويه بالزمن اللور سنه 2019 والسنوات اللي قبل منها غادي نلقاو بلي قناه كارتون نيتورك كانت كدير بزاف ديال الكرتونات بحال ديبابا الثلاثه وكلارنس وانجيلو وبزاف. ولكن حاليا وفي السنوات الاخيره بزاف من هاد الكرتونات غبروا ونقدروا نقولوا بلي مستحيل تعاود تشوف شي جزء اللي جديد منهم ولا تعاود تشوفهم مره اخرى، واغلبيه ديال هاد الكرتونات غادي تكون عزيزه عليك، ما عنديش شك في هادشي. وفي هاد الفيديو غادي نعرفوا شنو هما هاد الكرتونات وعلاش غبروا واش تقدر تشوفهم مره اخرى. ولكن اولا قبل ما نكملوا الفيديو وسحبوني غادي ننسى، بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف الاصدقاء على 1000 مشترك في قل من شهر ونص. واحد الحاجه اللي كبيره بزاف بالنسبه ليا واخا تبان قليله لكم، ولكن راه هادشي كامل بدايه لمسيره عظيمه ان شاء الله. وكاع هادشي اللي كتشوفوه راه كنديرو غير بتليفون بلا مايك بلا والو، كنسجل به الصوت وكنمونطي به وكندير به كلشي. وإلا بغيتي تعرف كيفاش كندير ليها ولا بغيتي تعطيني شي فكره ولا تدوي معايا، هذه هي سميه ديال الانستغرام ديالي وغادي تلقاو حتى اللينك ديالو في الوصف ديال الفيديو. صيفطوا لي تما نكملوا 100 ابوني. هذا ما كان، يلا نكملوا الفيديو ديالنا. اول كرتون غادي نبداو بيه واللي هو كرتون دبابة الثلاثة، وهو مسلسل ديال الرسوم المتحركة امريكي من الانتاج ديال قناة كارتون نيتورك، وبدا العرض ديالو سنة 2015. هاد الكرتون كيدوي على الحياة ديال واحد 3 ديال الدبابة واللي هما باندا وقطبي والدب الاسود اللي كيحاولوا يتكيفوا مع الحياة البشرية في المدينة ديال سان فرانسيسكو. هاد الكرتون كان محبوب عند كلشي، كبار وصغار كانوا كيتفرجوا فيه. ولكن ملي كارتون نيتورك وقفات العرض ديال هاد الكرتون هادشي كان بمثابة كارثة ليها، وخا دارو في بلاصتو واحد الكرتون ديال الدراري الصغار اللي كيتعرض في البلاصه ديالو دابا. غتكون سولتي راسك شنو السبب اللي خلى كارتون نيتورك تحبس العرض القديم من دبابة الثلاثة وتبدلو بهذا الكرتون ديال الاطفال الصغار؟ السبب الرئيسي عزيزي المشاهد هو الفلوس. الفلوس، حيت كارتون نيتورك ما كيهمهاش الرضا ديال المتابعين ديالها، حيت ما كيتفرجوش فيها ناس كبار ولا كتعرض الاخبار ولا شي حاجه، وانما هي قناه خاصه بالاطفال الصغار وكتعرض غير الكرتون. وبما انه النسبه الكبيره اللي ولات كتفرج بكارتون نيتورك حاليا هما الاطفال الصغار، داكشي علاش حيدو كارتون دبابة الثلاثة اللي كان كيدوز شحال هادي وما بقيتيش غادي تشوف شي جزء اخر منه، حيت بدلوه بهذا الريبتو اللي ولا كيتعرض دابا واللي هو نسخه طبق الاصل لدبابة الثلاثة. وفعلا فيه الدب قطبي والدب باندا والدب الاسود، ولكن الشكل ديالهم صغير وكيبانوا طفوليين بزاف. الكرتون الثاني كرتون يحيى أنجيلو، واللي هو مسلسل رسوم متحركة فرنسي من إنتاج شركة تيم تود. بدا العرض ديالو سنة 2009 وكيدوي على الحياة ديال أنجيلو، دري صغير عنده 11 عام كيسحب راسو كيفهم في أي حاجة، وأنجيلو كيبقى يستخدم الحيل اللي عنده في المخيلة ديالو باش يوصل لشنو بغا، وهادشي اللي كيخليه يطيح في مواقف محرجة ومضحكة شي مرات. غادي تقول مع راسك حكا راه كرتون قديم وغادي يكون صافي سالا واصلا النهايه ديالو وصلات. غادي نقول لك بانك غلط، حيت غير قبل عامين خرج جزء جديد ديالو ولكن ما تدبلش العربيه، وهادشي كامل راجع لشخص واحد واللي هو هذا اللي سميتو طارق منير، واللي كان خدام في الشركه ديال كارتون نيتورك، واللي بسببو تمسحوا بزاف ديال الكرتونات وما بقاوش كيتعرضوا في كارتون نيتورك، ومنهم كرتون انجيلو اللي تحبس العرض ديالو بسبب هاد خونا منير. وقال لهم انه العذر اللي عطاهم فاش بغى يحبس هذا الكرتون هو انه فيه مشاهد عنيفه وما كيناسبش الدراري الصغار. وخا راه حنا كاملين تفرجنا في داك الكرتون وعارفين بلي ما فيهش شي مشاهد اللي عنيفه، وعلاش حبسوا حتى واحد ما عارف. ثالث كرتون واللي هو كرتون كلارنس، وانا شخصيا عزيز عليا هذا الكرتون وكان كيعجبني وكنت كنتفرج فيه ديما وما كنفلت حتى حلقه. كلارنس هو مسلسل ديال الرسوم المتحركه امريكي من انتاج قناه كارتون نيتورك، وتم العرض ديالو اول مره سنه 2014. القصه ديال الكرتون كتدور على الحياه ديال كلارنس وصحابه في المدينه ديال ابردين، بحيث كانوا كيواجهوا مواقف ومغامرات يوميه في المدرسه. وكركز هذا المسلسل على علاقة صداقة وتعاون والمراهقة إلى آخره. وبالرغم من أنه هذا الكرتون ماشي من الكرتونات المختفية، ولكن شحال هادي كان مفروض ينزل جزء جديد منه قبل شهر دابا.
ولكن عزيزي المشاهد داك الجزء ما نزلش، وهذا الشيء اللي خلى بزاف من المعجبين ديال داك الكرتون يطرحوا بزاف ديال التساؤلات. واش هذاك كان هو اخر جزء في داك الكرتون؟ واش كاين جزء جديد؟ واش صافي هذه هي النهايه ديال كلارس؟ ولكن باقي ما لقاوش الجواب وحتى واحد ما عارف. تقدر تلقى اجوبه في جوجل، ولكن غالبا غادا تكون غير من المعجبين ومن المتابعين، وغادا تكون اجوبه اللي ما صحيحاش. هادشي اللي كان في هذا الفيديو. الى عجبك ما تنساش لايك كومنت، وما تنساش انك دوز عندي الانستغرام تخلي لي شي فكره، ولا بغيتي تسولني كيفاش كندير المونطي هادشي وبغيتي نوريك حتى انت، ماشي مشكل صيفط ليا كنجاوب كلشي. وما تنساوش ديروا لايك، وراني محتاج الافكار ديالكم، غير دوزوا للانستا اللي عنده شي فكره صيفطها ليا، حيت راه بصح ما كنلقاش شي فكره اللي ندير عليها فيديو، وكنبقى ندور شحال وكنفكر في راسي حتى دوز 3 ايام ولا 4 ايام عاد كنلقى فكره وحده. وفاش كنجي كنقلب كنلقى شي واحد اللي ديجا دايرها، وما انا ما كنبغيش ندير افكار اللي ديجا دايرها من شي واحد، كنبغي ندير شي حاجه جديده. دوزو الانستغرام عطيوني الافكار ديالكم. هادشي اللي كان. وإلا بغيتو نديرو بارت 2 نهضروا على كارتونات اخرين ونطولوا الفيديو شويه، قولوها لي في التعليقات. هادشي اللي كان. تهلاو ليا في راسكم.